تعالوا بينا النهاردة نتفسح ونخرج في جولة جديدة من جولاتي اللي باخدكم معايا فيها عشان أفرجكم على وسط البلد. النهاردة هاخدكم في جولة في أكبر متحف مفتوح للأنتيكات في وسط البلد، هو سوق ديانة. السوق ده اتسمى باسم ديانة نسبة إلى سينما ديانة اللي موجودة في وسط البلد. تعالوا يلا بينا نتجول في السوق كده ونتفسح مع بعض ونقضي يوم وسط الأنتيكات والتحف. سوق ديانة بيعد من أكبر الأسواق للتحف والانتيكات، وهو بيقام في منطقة وسط البلد، وبالأخص في شارع عماد الدين وشارع الألفي. والسوق ده كبير جدا يا جماعة، وبتعرض فيه كل حاجة خاصة بالأنتيكات والتحف والحاجات بتاعت زمان قوي. ممكن تلاقي فيه حاجات موجودة من سنة 1950 و60 وأفيشات أفلام زي ما احنا بنتفرج. السوق عبارة عن متحف مفتوح. أنا بصراحة انبهرت جدا جدا لما رحت هناك، والأسعار برضو مناسبة مش غالية. يعني أنا برضو تخيلت أن أسعار الحاجات هتبقى غالية جدا، لكن بالعكس الأسعار حلوة جدا جدا ومناسبة بالنسبة للناس عشاق التحف والأنتيكات. والسوق بيبقى موجود السبت والحد من كل اسبوع. انا عارفة ان في ناس كتير من البلوجرز قدموا السوق وعملوا عنه ريفيوهات كتير، بس انا النهاردة عايزاكم تتفرجوا عليه، ان هو حاجة كده زي المتحف المفتوح. انا راح اصور لكم مش عشان ان انتوا يعني زي بقية البلوجرز اللي بيبقوا مثلا نازلين بيركزوا على حاجات معينة، لا، انا بفرجك ان في متحف مفتوح تقدر تشتري منه حاجات كتير. عايزاكوا بقى طول ما احنا ماشيين كده مع بعض وبنتفرج على الحاجة اللي موجودة في السوق، يعني مثلا هفرجكوا على حاجات للبيت، أطباق قديمة اهو زي ما احنا شايفين، الفازات والأنتيكات والطبلوهات القديمة والشمعدانات للناس طبعا اللي هي اللي هاوية الحاجات ديت. برضو الفازات والكوبايات، شوفوا الجمال وشوفوا جمال التماثيل اللي احنا بنصورها، والبيوهات اللي هي موجودة هناك، بصراحة حاجة خرافة. هفرجكم كمان على اطباق كده عجبتني جدا، وعرفت ان الاطباق دي جاية من تركيا رأسا، وعلى فكرة الرسم اللي عليها ده هاند ميد. وعايزة اقول لكم ان سعر الطبق 200 جنيه، يعني برضو أسعار مش غالية. لما تيجي تشوف ان دي جاية من تركيا والأطباق ديت هاند ميد، مرسوم عليها هاند ميد، ده حاجة طبعا خرافة. وبرضو لقينا عنده اسطوانات للأغاني القديمة واطباق مرسوم عليها الخديوي توفيق والملك فؤاد. دي بتتعلق برضو على الحيطان، او ان هي ممكن تتحط على ترابيزات، بتبقى شيك قوي وجميلة زي ما احنا شايفين. برضو يا جماعة عنده طبلوهات حلوة جدا. دخلنا برضو على فرشة تانية، جنبه لقينا بيبيع سبح وكوليهات وعقاد، حاجات حلوة. وفي بقى حاجات نحاسية. برضو هنا الناس بتبيع عملات قديمة، يعني زي الجنيه القديم والربع جنيه والبريزة والشيلن، حاجات قديمة، والخمسين قرش القديمة، والدين واللي هو العملة الليبية. يعني بصوا حاجات جميلة جدا جدا. ودي بقى العملات اللي هي المعدنية القديمة. وفي ناس كمان بتبيع طوابع قديمة مرسوم عليها يا جماعة الملكة إليزابيث، يعني ده للعشاق اللي هي الناس اللي بتعشق الطوابع وجمع الطوابع. في طوابع قديمة جدا جدا يعني.
حاجة بصراحة خرافة، بتبقى طول ما أنت ماشي مش عارف تتفرج على إيه والّا إيه والّا تصوّر إيه، بصراحة حاجة خرافة. وعايزة أقول بقى الناس اللي بتعشق الأجهزة الكهربائية سواء التلفزيونات أو التليفونات القديمة، فعندك برضو موجود واحد كده عند سينما ديانة بيبيع كل يعني التلفزيونات القديمة جدا من أول ما اخترعوا التلفزيون والتليفونات لحد وقتنا ده. كمان عنده زي ما احنا شايفين مكن الخياطة القديم قوي، وكمان اطباق قديمة. يعني بصراحة حاجات جميلة جدا جدا بترجعنا للزمن بتاع الأربعينات والخمسينات كده، وكمان ما قبل الأربعينات كمان. وكمان بقى وأنا بتمشى في السوق لفت نظري، الله، في حيوانات كده متحنطة، واحد محنط حيوانات، يعني كلب، ذئب، مثلا ديك، بتاع دوت، صقر. ودي حيوانات حقيقية، يعني أنا لما سألته قال لي أيوة النسناس اهوت، يعني دي حيوانات حقيقية وهو محنطها. برضو دي لو الناس اللي هي عشاق الحيوانات والحاجات دي. وزي ما احنا شايفين بقى الحاجات اللي هي النحاسية دي حلوة جدا جدا. النهاردة خدتكم في يوم مميز وجميل رغم ان كان يوم حر جدا، بس عايزة اقول لكم اني انا كنت مبسوطة بالجولة ديت، لان هي ورتنا جانب جديد من جوانب وسط البلد، وهو الاسواق، السوق المفتوح في منطقة وسط البلد. يا رب تكون جولتي عجبتكم، واكون متعتكم معايا بالجولة الجميلة ديت في سوق ديانة للتحف والأنتيكات. وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش، وأشوفكم في جولات جديدة. باي باي.